السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال النهارده بقى مع بعض نشرح أول درس في الوحدة الأخيرة، نبقى كده خدنا أول درس في الوحدة الأولى وأول درس في الوحدة الثانية والدرس الأول في الوحدة الأخيرة، وبإذن الله الفيديو الجاي هنطبق عليهم كلهم عشان نبقى في الآخر راجعنا أو مسكنا الثلاث وحدات كلهم مع بعض. درس النهارده يا سيدي باسم الحرف التراثية. طب يا مستر، يعني إيه أساسا الحرف التراثية؟ بص يا باشا، الحرف التراثية دي أولا حرفة يعني شغل، وبنسميها حرف ليه؟ قال لك لانها بتتعمل بالايد بس ما بيتدخلش فيها اي نوع من انواع المكن. فالحاجات دي اسمها حرف ليه؟ قال لك الحرف دي لانها بتتعمل بالايد ما بتدخلش نوع من انواع المكن. زي مثلا عندك مثلا حرفه الحلاقه، عمرك شفت الحلاق ماسك مكنه زي بتاعه المصنع كده بيحلق بيها؟ طبعا لا، لازم يكون هو ايده مظبوطه. هتقول لي طب مكنه الشعر، ايوه ما هو بيعملها بايده، صح ولا غلط؟ طيب حرفه السباكه مثلا، عمرك شفت سباك مثلا نازل بمكنه كمبيوتر مثلا يحل؟ طبعا لا. فكل دي حرف وكل دي بتتعمل بالايد، فعشان كده بنسميها حرف. طيب وتراثيه، قال لك التراث جاي من تاريخ، والتراثيه دي يعني قديمه جدا وانت البلد الوحيده اللي بتعملها. عشان كده النهارده احنا هنتكلم عن الحرف التراثيه الموجوده في مصر. فعرفنا مع بعض يعني ايه حرف تراثيه، هي شغل او حرف قديمه جدا موجوده في مصر لدرجه ان مصر بس هي اللي بتعملها. خلينا نشوف بقى الحرف ونتكلم عنها واحده واحده. هنتكلم دلوقتي عن اهم الحرف التراثيه في مصر. اول حاجه عندنا حاجه اسمها صناعه الفخار. صناعة الفخار هي ايه يعني يا مستر؟ القلل اللي انت بتشرب فيها، القلة او الزير، كل ده بيندرج تحت صناعة الفخار. وفي برضك بعض الفازات اللي بتحط فيها الورد برضك بتندرج تحت صناعة الفخار. صناعة الفخار عبارة عن ايه؟ عبارة ان انت بتجيب طين، طبعا ما بيبقاش اي طين، بيبقى الطين اللي جاي من النيل او الطمي الاسود، تمام؟ بتجيبه وتبدا تحطه على جهاز زي بوتاجاز كده، هي تفضل تلف وفي حرارة تحتها وانت تفضل تشكلها بايدك، بتستناها تنشف، بعد كده تدخلها الفرن تطلع شكل القله اللي حضرتك بتشرب منها، تمام؟ فصناعه الفخار في مصر هي دي من اقدم الصناعات اليدويه اللي ظهرت في مصر اساسا. ليه؟ لان الانسان المصري القديم ما كانش فيه ازايز وما كانش عايش جنب النيل، فكان بيحاول بقدر الامكان يصنع اي حاجه يجمع فيها ميه، فكان بيصنع الفخار. قال لك اهو صناعه الفخار من اقدم الصناعات اليدويه وتنتشر في العديد من القرى المصريه. لو جه قال لك اماكن انتشار صناعه الفخار فين، هتقول له في بعض او في العديد من القرى المصريه. القرى بقى اللي هي الصعيد بقى، النوبه، قنا، اسوان، سوهاج، القرى دي تلاقيهم كلهم او معظمهم فيهم صناعه او حرفه صناعه الفخار. يبقى تاني، صناعه الفخار بكل بساطه هي ايه يا باشا؟ صناعه القلل. احفظها كده، القلل، عشان تثبت في دماغك. طيب ايه بقى؟ قال لك هي من اقدم الصناعات اللي موجوده في مصر. الصناعات اليدويه، ركز، احنا بنتكلم عن حرف، حاجات بتعمل بالايد. الصناعات اليدويه اللي موجوده في مصر، رقم واحد. اماكن انتشارها فين يا مستر؟ رقم اتنين، قال لك في العديد من القرى المصريه، مفيش مكان محدد. طيب قال لك حرفه تراثيه بتعتمد على الابداع والاحساس الفني للصانع. يعني انا طبعا مش همسك اي حته طين انا كمستر احمد واقعد اعمل فيها كده هتتشكل معايا، لازم يكون عندي احساس وابداع عشان اقدر ارسمها واقدر اشكلها. يعني انت دلوقتي لو ما بتعرفش ترسم وقلت لك ارسم لي مثلا لوحه، هتعرف؟ طبعا لا، لازم تكون دي موهبه عندك ومتعلمها على الاقل، يعني على الاقل تكون متعلم الحاجات دي بتتعمل ازاي. طيب طبعا بيقول لك مراحل التصنيع، يقوم الصناعه تشكيل الطين الفخار بيده ويتركه يجف ثم يضعه في الفرن زي ما انا قلت لك. وبتصنع من ايه؟ بتتصنع من طين. ده بالنسبه لاول صناعه او حرفه عندنا اللي هي صناعه الفخار. تاني صناعه عندنا اسمها صناعه النسيج او السجاد اليدوي. يعني ايه؟ عارفين السجاد اللي بيتفرش على الارض عندنا في بيوتنا؟ ده كله بيتعمل في المصانع. ايام زمان ما كانش فيه السجاد ده، امال كانوا بيعملوه ازاي؟ كانوا بيجيبوا حاجه اسمها منوال خشب، عباره عن 4 خشبات، واحده فوق واحده في الجنب واحده تحت واحده في الجنب التاني، وطالع منها مسامير 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 بالشكل ده. ويبداوا مثلا يجيبوا ايه بقى يا مستر؟ يجيبوا مثلا قطن او كتان او صوف، ويبدا يا باشا الراجل او الست اللي شغالين يبداوا يدخلوا من الخيط من هنا يطلعوه من هنا ويعدوه كده، تمام؟ وبعد كده يدخلوه من هنا يطلعوه هنا، وبعد كده يدخلوه من هنا يطلعوه هنا، لحد ما يتكون عندهم هنا السجاده. فالسجاد ايام زمان كان بيتصنع بالشكل ده. كان بيتصنع ازاي يا مستر؟ قلت لك كنا بنجيب الخشب فيه مسامير ونقعد نعدي الخيوط من الشمال يمين ومن فوق لتحت ومن اليمين للشمال لحد ما بتطلع عندنا سجاده.
ثم بعد كده بقى لما الدنيا اتطورت وظهر المكن وهكذا، لقينا ان احنا الدوله الوحيده اللي فيها الصناعه اليدويه دي. مفيش دوله في العالم فيها الصناعه دي، او حتى لو في فاحنا احسن دوله بتعمل كده. فقمنا جايين عاملين ايه؟ قال لك بقى بدأ الصناعه دي تفضل موجوده، بس بدأت بقى تجيب السياح. بقى الاجانب بيجوا من بره عشان يشوفوا السجاد اليدوي اللي المصريين بيعملوه، وما عادش بيتفرش على الارض. قال لك ده بقى بيتعمل في براويز وبيتعلق على الحيطه عشان تنبهر بالجمال من كتر ما هو بيبقى شكله حلو. تمام؟ فصناعه النسيج والسجاد اليدوي تعالى نتكلم عنها. قال لك اهو، صناعه النسيج والسجاد اليدوي احد الحرف المدرجه على قائمه التراث العالمي في اليونسكو. دي بقى حته مهمه جدا 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 جدا. يعني ايه يا مستر؟ اليونسكو دي مبدئيا عشان تبقى فاهم معايا، دي منظمه عالميه مقرها في امريكا. بتعمل ايه اليونسكو؟ قال لك بتاخد الحاجات النادره، الحاجات النادره يعني اللي مش موجوده كتير وكويسه وبتكون حلوه قوي، وبتحتفظ بيها او بتحطها عندها ان دي حاجه نادره وكويسه ممكن تروح تشوفها. فمنظمه اليونسكو كانت عامله قائمه اسمها قائمه ايه؟ اسمها قائمه التراث العالمي. القائمه دي فيها حرف تراثيه كتير جدا، تمام؟ او فيها حاجات تراث بتاع دول كتير جدا. منظمه اليونسكو اختارت صناعه النسيج اليدوي او السجاد اليدوي، وقامت جايه حطها في القائمه دي كانها من احسن الحرف او من احسن الحرف التراثيه الموجوده في العالم، وهي طبعا موجوده في مصر. طيب، قال لك يستخدم العمال معرفتهم الموروثه ومواهبهم الفنيه لانتاج منسوجات مطرزه. بص، اي حرفه من الحرف اللي هنتكلم عنها النهارده لازم تكون فنان عشان تقدر تطلعها، لازم تكون واحد بتعرف تبدع عشان تقدر تشتغل عليها وتقدر تطلعها بشكل كويس. تمام؟ مفيش حرفه من الحرف دي هتبقى شاطر فيها غير لو انت فعلا ايدك فيها كويسه. فاول حاجه، طيب ايه الخامات بقى اللي بتستخدم فيها؟ احنا قلنا الفخار بيستخدم فيها الطين. ايه الخامات اللي بتستخدم في النسيج اليدوي؟ قال لك الكتان زي ما انا قايل لك، او القطن او الصوف، او حاجه اسمها الحرير. الكتان ده ايه؟ حاجه زي القطن بس بتبقى اخشن سنه، تمام؟ والحرير ده طبعا حاجه ناعمه جدا، والصوف اللي هو بيبقى على الخرفان. طيب، قلنا ان الفخار بينتشر فيه العديد من القرى. طيب صناعه السجاد بتنتشر في العديد من القرى؟ قال لك لا. امال يا مستر؟ قال لك ده هي في منطقة معينة مشهورة بصناعة السجاد، ده قرية اسمها الحرانية. قرية اسمها ايه؟ الحرانية. موجودة فين يا مستر؟ قال لك دي موجودة في الجيزة. يبقى صناعة السجاد اليدوي مشهورة فين؟ في قرية الحرانية في الجيزة. والقرية دي بيروحها سياح كتير جدا كل سنة زي ما قلت لك عشان يتفرجوا على الإبداع وشكل السجاد والمنسوجات اليدوية اللي معمولة بالإيد. دي كده تاني حرفة معانا، إن شاء الله ما يكونش فيه مشكلة. نخش على اللي بعده. الحرفة اللي قبل الأخيرة معانا هي صناعة اسمها الصناعة الخيامية. إيه بقى الصناعة الخيامية؟ بص يا سيدي، صلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. البدو دول الناس اللي عايشين في الصحراء. فالناس اللي عايشين في الصحراء دول ما بيعرفوش يعيشوا في بيوت زي اللي احنا عايشين فيها دي. ليه؟ قال لك لان الرمل مش هيستحملها، الرمل مش هتعرف ترمي فيها اساسات، لان الرمل معظمه بيبقى عبي ميه من تحت، فالبيت ممكن يقع وقصه كبيره قوي 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 بعيد عنك. طيب بيعملوا ايه؟ قال لك بيعملوا حاجه اسمها خيمه بيباتوا فيها وبيفضلوا عايشين حياتهم كلها فيها. خيمه زي ايه؟ انت ممكن تكون شفتها في افلام او مسلسلات كتير جدا، بتبقى خيام ملونه كده، معمول شكل ورد على الحيطه، شكل دواير، شكل رسومات، زي مثلا الرسمه اللي قدامنا في الصوره دي دلوقتي. تمام؟ فده بيبقى شكل الخيم. فبدانا نبص على الدول اللي حوالينا، لقينا ان احنا الدوله الوحيده اللي بتعمل الخيام المطرزه اللي شكلها جميل دي. فطبعا حطيناها في قائمه التراث المصريه، ان احنا من اوائل الناس اللي عملت الصناعه الخياميه دي، ولسه موجوده عندنا لحد دلوقتي. قال لك احدى الحرف اليدويه دي بيستخدم بقى فيها الصانع الابره والخيط. الصناعه السجاد والنسيج اليدوي ما بيستخدمش فيها الابره والخيط. ركز، هيجي يقول لك الصناعه اللي بيستخدم فيها الابره والخيط، فانت تقول سجاد يدوي، ما بيعمل سجاد. اقول لك لا، بيعدي الخيوط بايده. انما الخياميه دي لازم يطرز الخيوط، لازم يعملها بابره وخيط. طيب، مشهوره فين الصناعه الخياميه؟ في شارع باسم الصناعه، اسمه شارع الخياميه. موجود فين؟ في منطقه الازهر في القاهره. اهو قال لك موجود في منطقه الازهر في محافظه القاهره. ده كده بالنسبه للصناعه الخياميه اللي هي الخيام. رابع حاجه، قال لك رابع حاجه والاخيره يا باشا بقى صناعه الزجاج.
المصري القديم كان من اوائل الناس اللي اكتشفت الرمل الابيض اللي بيتعمل منه الازاز، الازاز ده بيتعمل من رمل اسمه الرمل الابيض، بيتجاب وبيتسخن بيتحط في الفرن بيطلع لك لوح الازاز اللي انت شايفه ده. بس المصري بقى بدا بيبدع ازاي يا مستر؟ قال لك يعني مثلا المصري كان من اوائل الناس اللي بدات ترسم على الازاز. مثلا ممكن تبص على ازاز اوضتك دلوقتي تلاقي مثلا منقوش عليه ورده، عليه زخارف دي بتبقى خطوط كده عشوائيه بس بيبقى شكلها حلو. تمام. فقال لك المصري يستخدم ابداعه في الزخرفه والرسم على الزجاج. طيب في حته او في منطقه مشهوره بصناعه الزجاج يا مستر؟ قال لك في منطقه اسمها منطقه الجراح في القليوبيه. اسمها ايه؟ او معلش منطقه الجراح في الدقهليه. قريه الجراح دي فين يا مستر؟ قال لك في الدقهليه. دي من القرى المشهوره بصناعه الزجاج. طيب معلش يا مستر احنا قاعدين نتكلم على الحرف التراثيه، والحرف التراثيه راحت والحرف التراثيه جت، احنا هنعمل بيهم ايه؟ يعني الحرف التراثيه دي ممكن تكون بتفيد اصلا الدوله في ايه؟ هي مجرد حرف كده؟ قال لك لا، الحرف التراثيه دي بتبقى من هويه الدوله. يعني من الاخر زي ما مصر مشهوره بالتاريخ والحضاره والاهرامات، مشهوره برضو بحرفها التراثيه لانها مش موجوده في حته تانية غير في مصر زي ما قلت لك. طب ما تيجي نشوف كمان الدولة بتستفاد ايه اكتر من الحرف التراثية. يجي لك سؤال مهم جدا في الامتحان يقول لك بما تفسر أهمية الحرف التراثية. 3 مهمين جدا فعلا للدولة. ايه هم؟ رقم 1 توفير فرص عمل للشباب. ليه يا مستر؟ عندك مثلا حاجة زي صناعة السجاد اليدوي. انت عشان تعمل سجادة مش واحد اللي هيقعد يعملها هيبات فيها سنة، امال بيشتغل فيها 2 و3 وساعات 4 واكتر. فكده انت هتشغل ناس كتير، صح ولا غلط؟ صح. طيب رقم 2 بتساعد ان السياحه تستمر. ليه؟ مش انا قلت لك السياح بيجوا من بره يتفرجوا على الحرف دي عشان مش موجوده في حته غير عندك، صح ولا غلط؟ يبقى ساعدت على السياحه ولا لا؟ ساعد. رقم 3 الحفاظ على البيئه. ازاي بقى؟ انا مثلا دلوقتي عايز اعمل صناعه الفخار، فالمنطقه اللي هجيب منها طين منطقه ملوثه فيها زباله كتير، فهضطر انظف المنطقه عشان اخد الطين ده اقدر اصنع منه، فكده حافظت على البيئه، نظفت المكان. رقم 2 في حاجات من اللي بتبقى مرميه في الزباله ممكن اخدها استخدمها في اي حرفه من الحرف دول، فكده ببقى بحافظ على البيئه. يبقى 1 توفير فرص عمل للشباب، 2 دعم السياحه المستدامه ان السياحه يعني تعرف تفضل مستمره، 3 تساعد في حمايه البيئه. سؤال مهم يا رب يكون جه في دماغك عشان تبقى انت كده شخصيه بتفكر. هي يا مستر انت قلت لي الحرف التراثيه دي بتحتاج لفن؟ اقول لك هتقول لي يعني معنى كده ان اللي بيعرفوا يعملوا الحرف دي لو ماتوا ما هي انتهت، مش هم الوحيدين اللي بيعرفوا يعملوها؟ هقول لك ما هو عشان كده بقى الدوله بدات تهتم بالحرف دي شويه. ازاي؟ يعني مثلا ممكن تلاقي رحله طالعه عندك في المدرسه لمكان من الاماكن اللي فيه الحرف التراثيه، ويبداوا يفرجوكم ويقولوا لكم شوفوا دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي، فانت يعجبك حرفه معينه فيهم وتقول الله ده جميل قوي يا مستر انا عايز اتعلمها، فالدوله تاخدك توديك ورشه تدريب، مكان يعني تتدرب فيه تقدر منه تعمل الحرفه اللي انت عايزها دي. فعشان كده الدوله الحرف دي مستمره بسبب كده، ان الدوله محافظه عليهم، كل فتره بتدرب شباب جداد عشان يعملوا الحرف دي. فتعال نشوف بقى مجهود الدوله في الحفاظ على الحرف التراثيه او لاحياء الحرف التراثيه. رقم 1 رعايه مصالح العمال. العمال اللي شغالين في الحرف التراثيه دول الدوله لازم تحافظ عليهم. ليه يا مستر؟ هم دول لو حصل لهم حاجه مش هنلاقي حد يعلمهم، يعني مش هنلاقي لو انت عايز تتعلم مش هنلاقي اللي يعلمك. ليه؟ ما اللي يعلمك مات او تعب او ايا كان. فالدوله بتحافظ عليهم، يعني تامين صحي كويس، لو حد فيهم تعب بيتعالج بسرعه وهكذا. رقم 2 تدريب شباب جديد، يبداوا بقى يدربوك ويعملوا لك ورش تتدرب فيها، ورش دي يعني مكان تتدرب فيه. رقم 3 قال لك بقى بيبداوا يعملوا معارض زي مثلا معرض تراثنا اللي كان معمول في 2020. المعرض ده مثلا كان معمول ليه؟ عشان يعرض الحرف التراثيه اللي موجوده في مصر ويقول للعالم كله شوفوا احنا عندنا ايه وبنصنع ايه. فهو يجي لك سؤال يقول لك قول لي الدور اللي بتعمله الدوله عشان تحافظ على الحرف التراثيه، تقول له 1 رعايه مصالح العمال بهذه الحرفه، 2 اعداد برامج تدريبيه لتعليمهم اهي المهارات الخاصه ببعض الحرف، 3 التسويق منتجات من خلال المهرجانات والمعارض السنويه زي معرض تراثنا للحرف اليدويه. استنوا باذن الله الفيديو الجاي هنبدا نحل ونطبق على اول 3 دروس في اول كل وحده عشان نثبتهم اكتر
وهنشد اكتر الفتره الجايه عشان نخلص المنهج كله تاني شرح من اول وجديد وحل. كان معكم مستر احمد السيد. لو شايف انك استفدت شير الفيديو غيرك عشان غيرك يستفاد، اشترك في القناه عشان يجيلك كل جديد. سلام.